السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنعمل بوفتيك. كل واحد بقى ليه طريقة، دي الطريقة بتاعتي. معانا ربع كوباية لبن، بيضاية، توابل بقى، فلفل اسود وكمون وتوم باودر وبصل باودر وملح، وهنحط بقى معلقتين كاتشب اهوت هنفضيها، ومعلقة باربيكيو. طعم بقى هيبقى تحفة خرافة. هنقلبهم بقى كلهم في قلب بعض كده لحد، او معلقة خل، لازم تحطوا معلقة خل كبيرة عشان معلقة الخل دوت اللي هيخليها تستوي في الزيت بسرعة. معلقة خل، وهنقلبهم كلهم كده في بعض لحد ما يتجانسوا. وطبعا بقى معانا هنا البفتيك، طبعا انا جايباه من الجزار جاهز، هو مدقوق جاهز. في بقى ناس بتحب تجيبه وتدقه في البيت، انا جايباه زي ما انتوا شايفين مدقوق جاهز اهوت بالطريقه دي. هنبدا بقى، انا بحب انزل في الخليط دوت واحده واحده عشان ما يبقوش لازقين في بعض. وما يعني كله يدخل في قلب الخليط دوت. هننزل بيه، وبعد ما ننزل بيه كله هنقلبه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى بعد ما نزلنا بالبفتيك كله هنقلبه طبعا بالطريقة دي، وبعدين هنغطيه بالستريتش، او لو البولة اللي عندك ليها غطا هتغطيها بيها، وتسيبيها على الاقل ساعتين 3 ساعات، ويا ريت لو هتسيبيها من قبلها بيوم هتبقى حلوة جدا في قلب التلاجة. بعدين هنا بقى طلعناها. وانا على طول عندي بحب اجيب البقسماط والدقيق واقلبهم ببعض واسيبهم في التلاجة عندي وقت ما اعوز يكون موجود. وبعدين اهو هنجيب الكمية اللي احنا عاوزينه، ده بقسماط على دقيق. هنحط معلقة نشا كبيرة زي ما انتوا شايفين، وتقلبوها كويس قوي. معلقة نشا هنقلبها، وهنكون جاهزين طبق جنبينا. هننزل بقطع قطع في البقسماط دوت، واهو بالطريقه ديت. طبعا احنا هنطبطب عليه، او زي ما انتوا شايفين كده، مش هنضغط عليه، بالراحه جدا. تعملوا الكميه كلها اللي عندكم بالطريقه دي، وتبداي ترصي في الطبق، بس ما تحطوهوش على بعض، يا ريت تحطيه جنب بعض عشان ما تحطيه على بعض ما بين الطبقه او الطبقه القشره هتلزق في واحده من الاتنين وهتتشال. فاحنا احسن حاجة ان احنا نرصها جنب بعض بالطريقة ديت. طبعا هنا وانا بجهز طبعا البفتيك بالطريقة دي، حاطة بقى طاسة على النار فيها زيت، وعاملاه على نار هادية بالطريقة ديت. هنا بقى طبعا بعد ما عملت الكمية اللي انا عاوزاها، الطاسة بقى هي على النار زي ما قلتلكم، وهننزل بيها واحدة واحدة بالطريقة ديت لحد ما سخن اهو. مش هنعوز نقلبه بقى كل شوية، احنا حطيناه اهوت، هنقلبه على الوجه التاني وخلاص على كده. بس يعني احنا نقلبه مرة واحدة بس بالطريقة ديت لحد ما ياخد الوش بالطريقة دي اللونين، وخلاص على كده اهوت. وهنبدأ بقى نقدمه مع بطاطس، مع
مع سلطة مع اي حاجة اهوت. انا بوريكم ان هنا الطبقة بتاعت البفتيك مش متشالة كمان، واحنا بنقطعها هنا هي الطبقة لسه فيها ما اتشالتش. واستنوني في فيديو جديد وصفة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس.